لا تستطيع أن تتكلم عن تطوير التشريع إلا إذا عرفت أصول الدين، وأصول الدين بتنعرف بالعبادة مش بالقراءة. ما بعرف لمتين نحن نستطيع أن نكون المعنى ده موكد في أذهان الناس عندنا. ديننا ده ما دام قراية بالمرة، ديننا ما بيقروا، دين بيعيشوا، ولأمر ما كان نبيه أمي عشان ما نتوهم أنه بيقروا. لكن رغم كده بنقرأ 12 سنة في المعاهد ونطلع عندنا حصيلة كبيرة وما عندنا تقوى. قالوا إبليس كان عالم لكن ما كان تقي. إبليس عالم وحتى هو ضل بالعلم وحاجج ربه بالعلم، ما هو تقي لأنه بحاجج ربه الأعلم به من كل شيء. قال له أنا خير منه، ما أدراك أنك خير منه وأنت بتكلم الله. ده لأنه ما في تقوى لكن في علم. خلقتني من نار وخلقته من طين، ما أدراك أن عنصر الطين أكرم من عنصر النار لأنه ما في تقوى. هنا ده هسه نوع علم اللي بنتعلمه نحن في المعاهد، علم بدون عمل. ولذلك الصوفية قالوا ده علم شيطنة. ديننا دين عمل. وكان في عهدنا الأولاني الناس ما بيتعلموا إلا بما يعملوا به. يجي الأعرابي يريح راحلته ويجي يجلس أمام النبي ربع ساعة 10 دقائق، ما بقول له فرائض الوضوء كده وسنن الوضوء كده ومستحبات الوضوء كده ويحصيه الليل يحفظه. بيتوضى قدامه يقول له توضى كما تراني أتوضى، ويقوم يصلي قدامه صلي كما رأيتموني وصلي، صلوا كما رأيتموني وصلي، ويمشي بالكيفية دي. ما بقول له زكاة الإبل كده وزكاة الشياه كده إلا إذا كان عنده إبل. ما بقول له أركان الحج كده إلا يوم يمشي الحج. لما يكون عايز يمشي الحج يعلمه، لما يكون عنده إبل اللي يزكيها يعلمه. اللهم إلا يكون في بلد فيها ناس بيزكوا وهو أمثل يبقى فرض عين عليه أن يعرف ليعلم غيره. وفي واحد من الصوفية قالوا عنده تلميذ جاهه وقاعد معاه في البيت وبدأ له الدرس في اليوم الأولاني وبراغبه في الثلث الأخير ما قام. باكر اداه الدرس وبراغبه في الثلث الأخير ما قام. في اليوم الثالث طرده، قال لي تتعلم علم شيطان، انت ما قاعد تقوم. العلم ده عايز بشنو؟ ديننا ده دين عمل. نحن هسه انحرفنا لأن نعلم وما نعمل، ولذلك بعدنا. ما بكون أبدا إلا بالرجوع له، الرجوع للعمل. والقاعدة من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم. عمل بما علم هي دي، بتعرف تتوضى، بتعرف تصلي، ده عمل بما علم. ده ربنا وعده به أنه يعلمك ما لم تعمل. بالشريعة دي يعلمك الحقيقة. وقال واتقوا الله ويعلمكم الله. قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فالطريقة الحزب الجمهوري لتطوير الشريعة هي أن ترجع لتطبق لا إله إلا الله عملا في العبادة والمعاملة لتعرف أصول الدين. عندما تعرف أصول الدين تستطيع أن تقول أنه أي نص من النصوص الحكمة في نزوله شنو، بعدين حاجة البشرية هي شنو. القاعدة أنه ما في نص هو غاية في ذاته، الغاية في ذاته الإنسان. القرآن كله ما هو غاية في ذاته. أشرف الحديث ما هو غاية الإنسان. والقرآن جاء يتطوع لينقل الإنسان في مدارج المراقي لسبل الله. فإذا أنت عرفت الأصول وعرفت حاجة الإنسان وعرفت الفروع تستطيع أن تقول هل الفرع ده خدم غرضه واستنفذه لينسخ هو وينبعث الأصل ليخدم حاجة الإنسان الجديدة ولا لا. فطريقة الحزب الجمهوري لتطوير التشريع الفهم، فهم الثقافة المعاصرة، حاجة البشرية المعاصرة، فهم أصول الدين لتستطيع أن تتكلم عن تطوير التشريع.